انت لابسه لا مؤاخذه لبس مش قد كده، ولما الناس تبصلك تقعدي تصرخي وتقولي جايه يا ولاد ايه؟ مش شايفه انك غلط من الاول؟ يبقى تستاهلي يحصل فيكي كل حاجه. يوه. استهدي بالله وبلاش تاخدك الحماسة في الكلام وتزيد فيها. اياكي هتقولي لي انه الرجاله غلطانين وهي اللي صح؟ بص، أنا هحكي لك حكاية وقولي رأيك. واحد جاب تليفون حلو جديد وغالي وكان فرحان بيه، وراح القهوة قعد مع أصحابه، وبعد شوية لعبوا بلاي ستيشن، فحط التليفون جنبه وركز في اللعب، والماتش سخن وكان مغلوب ومش مركز مع حاجة خالص، وبعد شوية بيبص جنبه التليفون اتسرق. طبعا هو اللي غلطان، اللي ما ياخدش باله من حاجته لا مؤاخذة يستاهل اللي يحصل له. انت سامع انت بتقول ايه؟ المسروق هو اللي غلطان، صح؟ ايوه، ما هو اللي ما خدش باله من حاجته يستاهل. ده شرع مين أو قانون مين اللي قال التعبير ده؟ طيب احنا طول عمرنا اتربينا على إن السرقة غلط وحرام، صح؟ ولا انت اتربيت على حاجة تاني ما نعرفهاش؟ ماشي معاكي حق، بس هو الحرامي غلطانين. انت بتساوي السارق بالمسروق ازاي؟ انت كده بتساوي الظالم والمظلوم. انت متخيل انت بتقول ايه؟ اصل يعني الحرامي كان قدامه موبايل وجديد وحلو وغالي، وهو جعان مش لاقي ياكل وظروفه صعبة والدنيا تعبانة، ولاقي صاحبه مهمل فيه، يعمل ايه يعني؟ ها؟ انت عارف انك دلوقتي بتبرر للحرامي انه يسرق. انت بتقول للحرامي الحرام واللي معروف انه حرام حلال ليك. انت متخيل حجم الكارثة اللي بتتكلم فيها؟ السرقة حرام ومفيش مبرر يخلي السرقة حلال، فأيا كان المغريات دي مش هتبرر السرقة أبدا. يوه، يعني انت عايزة تطلعيها مش غلط، صح كده؟ سؤال بس يا عم الحاج، هو انت بدماغك فاكر ان الموبايل مثلا يعني قعد يترقص قدام الحرامي وقعد يغريه ويقول له تعالى اسرقني وأثار غرايزه بتاعت السرقة، ولا الحرامي هو اللي عينيه كانت بتدور وتشوف وأول ما شاف الموبايل حط خطة ونفذ؟ دي غير دي خالص. استنى بس، بلاش تزعق على الفاضي وتقول كلام ملوش لزوم. دي هي دي. لو الأخ اللي غرايزه ثايرة وتعباه ومش عارف يعمل فيها إيه لا مؤاخذة، لما عينه جت قرر إنه يمنع نفسه ويغض البصر، ولا ده مش في إمكانياته؟ طيب لو افترضنا إنه حصل له إثارة، مش في إمكانياته يمنع الإثارة إنها تتحول لأفعال؟ وهل المثار لا مؤاخذة في الطبيعي بيكون كده وبالعمايل دي؟ أعتقد إنه لو الإنسان المثار بيكون كده فدول خطر على إنهم يعيشوا وسط ناس، وبجد خطر على الست والدته وأخته، لأنه افرض فرضاً إنه أثير وفجأة طلعت قدامه أمه، هيأذيها جامد، الموضوع هيكون زبالة. فالمفروض إنه تحبسوا الناس دي في مكان أمان للي حواليهم، بدل ما تقولوا البنت أو الست غلط. أصل خلي بالكوا، انتوا مش ضامنين دول بيثاروا من الهوا، واحنا في عالم مفتوح حاليا. افرض فجأة ظهر إعلان على موبايله وهو في الشارع، هتحصل كوارث. وإيه ذنب الناس؟ مش هنقدر نحكم الحياة كلها علشان نعيش في أمان من إن الأخ يثار، فإحنا ممكن نحطه هو في محمية طبيعية، هيكون أمان وهيكون هو مرتاح بقى. إلا لو هو لئيم وخبيث وعايز يبقى مثار، إحنا في المحمية هنمنع عنه أي حاجة فيها ته مربوطة ونخليه يعيش في هدوء. ولو معترض يبقى لئيم بقى، خبيث عايز يثار الخبيث، يبقى يحكم نفسه ويحكم تصرفاته ويتعامل بشكل محترم علشان ينفع يعيش معانا، بدل ما يتعزل ويعيش في محمية طبيعية.